في يوم واحد بس هنتعلم اسلوب النانشاكس. والموضوع ما كانش سهل زي ما هو باين. العصايتين دول هم رمز من رموز الفن والمهارة، مجرد سلاح صغير بس أسرع من عينك وأخطر من أي سكينة أو عصاية. أنا الصراحة عرفته زي أي حد عن طريق التلفزيون، نينجا تيرتل، مايكل أنجلو، الأسطورة بروسلي مثلا. كان نفسي أجيب واحد، فرحت ستي جايبهولي في عيد ميلادي، كنت في 6 ابتدائي و5 ابتدائي، واتخبط لي بيام على دماغي. بس لما حاولت أتعلمه عرفت إن هو مش سهل. وكبداية للموضوع ده فأنا كنت محتاج حد خبير، مش هلاقي أحسن واحد بيدرس في غير عم أشرف أبويا. ابدا والله. انا قلت له عايز اطور مهاراتي، رده كان صادم وغريب. وريني اللي عندك. اجمد كده ولا مش لا بص زي ما انت عليه نبدا كده. حلو كده حلو كده. عيد تاني. ماشي تاني. ماشي. الحتة دي صعبة أصلا. تاني. تقول إيه طيب؟ جبت ليه من الأول أصلا؟ انت مثبت فيه ليه جامد كده؟ مثبت ليه في جامد قوي؟ هو ما ينفعش، ما بيوجعش أو ما يتفردش، لازم أكون ماسكه. مش ما يتفلتش، انت بتخاف منه. لو لك صديق عزيز يوم ما هتسلم عليه او تكلمه او تلمسه هتلمسه بادب واحترام. مش تخاف منه، هتلقى مهاراتك تتطور لوحدها تلقائيا. هيجي المعلم اللي داخلك من جواك هو اللي هيرشدك يوصلك لقمة الكمال فيه. يا شيخ. حبيبي عم اشرف. الكلام ده يبان جميل جدا بس الحقيقة هو بلح بعجوة، وانا ما استفدتش حاجة برضه. ما فهمتش حاجة اصلا. كان لازم اتصرف في طريقتي الخاصة. هتلقى مهاراتك تتطور لوحدها تلقائيا. هيجي المعلم اللي داخلك من جواك هو اللي هيرشدك يوصلك لقمة الكمال فيه. الموضوع صعب. بتخاف منه. لو لك صديق عزيز يوم ما هتسلم او تكلمه او تلمسه بأدب. خلاص فهمت. السر في الثقة. الثقة اللي بيتكلم عنها هي ان انت عارف زي كأنك ترمي سكينة وتغمض عليك وتمسكها. دي الثقة، ان انت تكون واثق فيه بزيادة. الحركة دي كذا حركة تاني انا فهمت ان هو مثبت فيه، انا متثبتش فيه. سيبه ياخد حريته، كأنك مثلا بتمسك سكينة وتعمل لها كده، فاهم؟ تقعد تحركها ترميها لفوق تمسكها تاني. الموضوع اشبه بثقة اكتر، ثقة في نفسك وثقة في السلاح اكتر. احنا كده محتاجين نلبس عشان نتمرن، عشان لو اتمرنا في البيت هنكسر كل حتة. Bing bop boom 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 bop bam. Bing bop boom 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 bop bam. Bing bop boom 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 bop bam. دلوقتي هنروح عشان نلحق الواد ده قبل ما ماشي. يلا بينا. لو تلاحظوا هنا هتلاقي ان النشاكو شغال يخبط في كل مرة في حتة في جسمي. بصوا انا كنت كل مرة بغلط، كل مرة بتخبط في منطقة معينة صعبة ما ينفعش تخبط تاني. بس الحلو في الموضوع ان انا كنت الصراحة يعني كل خبطة بتعلم، لا دي تتعمل كذا، لفة الايد دي بتبقى كذا. التركيز مهم جدا في السلاح ده، انه يكون بالطريقة دي. اوقات كنت بحس ان انا مش عايز اكمل، يعني كفاية يا عم عايز اخلص من الفيديو. انت واثق في السلاح، واثق في نفسك، مركز جدا، مش هتتخبط بكل بساطة. يعني تاني ما تخافش من الغلطة. لو انت خفت ان انت هتتخبط. يا جماعة هو في إصابات كتير جدا وفي دوشة وخلاص الغروب أهو. فمن كتر ما احنا بنجرب طبعا اتعورت عشان ده مش أصلي. أوعى حد يتمرن بخشبي عشان ده جالي في عيد ميلادي أصلا وتقيل جدا، تقيل وحجمه كبير، فأنا كتفي بيوجعني. فالموضوع صعب. تبدأ ببلاستيكي أو ابدأ على الأقل
حاجه يكون اسفنج كده من بره. لازم ثقه عشان احنا بنلف كده ونمسك الثانيه كانك بترميه في الهواء وتمسكه تاني، فاهم؟ فهو الموضوع اشبه بان انت تثق فيه اكتر، تسيبه وترميه تاني اكتر. برضو من ناحيه اللفه دي برضو، فاحنا بنحاول نتاكد عليها. الموضوع صعب مش سهل. واو. Not so easy, is it? Hey, I'm getting the hang of it. Ow! 2,000 years. طبعا هو في اي حاجة مش شرط ان نشاكو في اي حاجة، ان معروف ان المضاعفات في التمرين بتجيب احسن. يعني انت ضايع، يعني انت تتمرن اقوى وما تكسلش، لا استريح شوية لو تعبت وكمل تاني. وهنا كانت النتيجة، اللي على اليمين ده انا في الاول ضايع، اللي على الشمال ده شوية اتحسنت، اخر واحد ده هو اللي مكمل معانا، يعتبر ده احسن واحد. اللي كان من شوية ده بيتخبط، بقيت هنا ماسك النانشاكس وكل ثقة. الصراحة التعب رجعني اقوى، والضربات دي علمتني اكتر، كل ضربة رجعتها تاني اقوى، يعني بقيت احسن على ما اعتقد. برضه يا جماعة السلاح ده مش بيعلمك ازاي تدافع عن نفسك بس، لا ده بيعلمك الصبر والتركيز والسيطرة. انا كشخص، انا كمصطفى بعشق الفن، بحب الرسم وبحب التمثيل مثلا. فلما عرفت النانشاكو عرفت انه فن يا جماعة، مش لعبة وخلاص، لا ده فن، وفن عريق كمان، محتاج تركيز جدا. واي حاجة انا برسمها يبقى خلاص دي انا حبيتها ودخلت حياتي. واضحة زي ما انت ثابت. يا جماعة اتمنى تكونوا انبسطتوا، بس اللي شفتوه النهارده ده صدقوني هو جزء بسيط جدا من عالم كبير جدا، لسه ده اول فصل. بحب اشكر شريف عشان ساعدني جدا في تصوير الفيديو ده. كان ممكن شخص بداله يتشكر دلوقتي، بس شكرا يا شريف لانك بجد ساعدتني جدا جدا في تصوير الفيديو ده. ويا ريت الناس تعمل لايك سبسكرايب. عايزين فصل تاني، عايزين تتابعوني، عايزين اتعلم حاجات تاني عن العصاية، عن اي حاجة تاني، انا معاكم، انا بحب اتعلم، وده انا صاحب المغامرة، بحب اجرب. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.